ويجبنهم. طاح صبغك، طاح صبغك، والله العظيم انتم مهزله، لك انتم مهزله اقسم برب العباد. هذا المقطع وحده مو فضيحه بجناجل. لا هذا يعني انت تدعو الصابه وتقعد هنا تلطم ويا ابو عائشه، اثنيناتكم تلطمون سوا. ما سمعنا يعني تدري شنو الجولون؟ والله الجولون ابو باقر خليه يعيد ابو باقر خليه يعيد. هو انصدم. ما سمعنا يا الناس، ما سمعت كلامه، خليه يعيد المقطع. لا تطلعوا من جواه هسه يا رجل، خليه يعيد. اقرا كمل. وين فانكشف عمر؟ اي كمل. فانكشف عمر بعدها شنو؟ يا أهل السنة تصبحون على خير. في أمان. جماعة ويا أيها المشاهدون، سيد ميثم فرحان على حاله قاعد ورا اللابتوب وكل شوي جايب لي رواية. يا سيد ميثم، هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة: ليس كل ما خرج بسند صحيح فهو صحيح إن لم تجتمع فيه الشروط الخمسة. هذا قاعدة عندنا يا لكي يا مدلس. شكرا لك. الجواب لا لحظة حجينا، هو وجه لي السؤال. الجواب على السريع. أولا، ليس كل ما عندك صحيح السند فهو صحيح، لأنه عندك قاعدة، وهذه القاعدة تعتمد على قرينة نسلم لك. طيب الآن أنا أتحداك تحدي علمي أن تعطيني أن أبو بكر أو عمر ثبتوا في معركة واحدة، والله وبالله وتالله أصير وياك سلف اليوم. يلا، هل ثبتوا في أحد؟ هل ثبتوا في حنين؟ هل ثبتوا في الخندق؟ عمر قاعد بحديقة بسند صحيح، الذهبي يقول صحيح، قاعد بحديقة موجود أصحاب موجود من أصحاب الصخرة. عمر حركة يوم فوق الجبل صعد هو وطلحة. الدليل موجود. ربنا أردتها عليه والله. سهم يصيبك في التاريخ، في تاريخ الطبري الجزء الثاني الصفحة 136. حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ميمونة أبي عبد الله إن عبد الله بن بريدة حدث عن بريدة الأسلمية قال: لما كان حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعمر. يا عمر، ونهض مع من معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دل على شيء يدل على ولك رجعوا وركض، حد يشتغل بحلقه. هذا مصيبك في الصميم وفي الصميم صحيح تتوفر فيه الشروط الخمسة يا مدلس. رجع ركض يا معود. اسمعوا اخواني، خلينا نقرا. قبل ان تقرا خلي نشوف التفكيك العبارة. الآن عمر انكشف ولا ما انكشف؟ خاجعت كلماتك الركيكة لا تمشي علي. وانت قلت أنا عندما ليس كل حديث حسن إسناده صحيح بل يجب أن يتوفر فيه الشروط الخمسة. شيخنا الحديث أخي أنت مسيء ليس من مسلم. شيخنا أعرف سيدي ما يسمعك سيد. شيخنا يا أخي هذا معيد تشربه. شيخنا الحبيب أرجوك أن تهدأ. الآن أنت قلت فانكشف عمر وأصحابه، صح؟ أنت قلت صح؟ نعم فانكشفوا. نعم لأن خيبر كانت في تلة وكانت مرتفعة وكان حصن شديد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر من 20 يوم ونحن محاصرين الجسم حتى أنهكوهم حاصروهم. بعدين بالاخير فات علي وخذ نصر علي وعلي شال باب خيبر وعلي والله لولا عمر وابا بكر لما كان لعلي وجود. لحظة اوقف. انت الان امامك الطبري صح اللي قرأت منه؟ نعم. رحم الله والديك.
الآن فانكشف عمر وأصحابه. اقرأ لي بعد 5 كلمات. ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويجبنهم. طاح صبغك، طاح صبغك، والله العظيم انتم مهزله، لك انتم مهزله اقسم برب العباد. هذا المقطع وحده مو فضيحه بجناجل. لا هذا يعني تدعو الصابه وتقعد هنا تنطم ويا ابو عائشه، اثنيناتكم تلطمون سوا. يعني تدري شنو تجولون؟ والله تجولون. ابو باقر خليه يعيد ابو باقر خليه يعيد. هو انصدم. ما سمعني يا الناس، ما سمعت كلامه، خليه يعيد المقطع. لا طلعوا من جوا هسه يا رجل خليه يعيد. اقرا كمل. وين فانكشف عمر؟ كمل. فانكشف عمر بعدها شنو؟ يا أهل السنة تصبحون على خير. في أمان.